بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو، درس تحضيري، لأنه سوف نتعرف على واحدة من التطبيقات تحدثت عنه مجموعة من القنوات التلفزية والمواقع الغربية والعربية بالأمس. هذا التطبيق صراحة يقوم بسرقة البيانات من أي بطاقة مصرفية بمجرد تقريب هاتفك إلى تلك البطاقة. يمكن أن تضعها في جيبك، والشيء الذي سوف نتعرف عليه سوف أصور كيف يقوم باستخراجها حتى وإن كانت البطاقة في الجيب إلى غير ذلك. بمجرد تقريب الهاتف إلى البطاقة يقوم باستخراج جميع البيانات الخاصة به، وهذا يسمح بطبيعة الحال لأي شخص بأن يسرق منك مثلا هذه المعلومات ويذهب ويستخدمها لاستخراج المال وشراء مجموعة من الأشياء عبر الإنترنت أحبابي في الله من نقودك. بالتالي فهذا الدرس كما ذكرت تحذيري، ولا أشجع لمثل هذه الأشياء، فقط لكي تكون على علم بأنه هناك أشياء خطيرة تحدث في استعمال فقط بعض التطبيقات أحبابي في الله. هذا التطبيق يستعمل تقنيات NFC الموجودة في الهواتف. بطبيعة الحال إذا كان هاتفك لا يدعم تقنية NFC فلن تستطيع بطبيعة الحال تجربة هذا التطبيق حتى تقف أمام خطورته، فلا أدعو بطبيعة الحال لأن تقوم باستعماله لكي تسرق أي شخص. بالتالي لاحظوا معي هذه بطاقتي أنا شخصيا بطبيعة الحال سوف أشغل فقط التطبيق. هو يجب أن تكون تقنية NFC مفعلة في الهاتف. أنا شخصيا قمت بتفعيلها من قبل، ثم بمجرد تقريب الهاتف من البطاقة أحبابي في الله كما سوف تشاهدون، فسوف يقوم باستخراج جميع البيانات الخاصة بها كما تشاهدون. مجرد تقريبها لاحظ بأنه نفس البيانات الخاصة بالبطاقة الخاصة به هي نفسها، وهنا يوجد مجموعة من المعلومات الأخرى كالكود السر الذي نستعمله دائما للشراء عبر الانترنت إلى غير ذلك. هنا كما سوف تشاهدون تاريخ انتهاء البطارية، ليس البطارية البطاقة فهو نفسها، الكود الخاص بالبطاقة فهو نفسها كما سوف تشاهدون. الرقم الخاص بالبطاقة، اسم البنك يظهر، آتي البيانات أظللها حفاظا على خصوصيتي. فكما ذكرت هذا التطبيق خطورة كبيرة جدا. يمكن أن يسرق لك أي شيء من بطاقة بيانات بطاقتك بمجرد تقريب أي شخص الهاتف بعد استعمال هذا التطبيق من البطاقة الخاصة بك. كيف ذلك؟ مثلا أنا شخصيا سوف أعطيكم نموذج آخر. إذا وضعت البطاقة في جيبي سوف نشاهد هذا الأمر. طيب الحين وضعت كما سوف تشاهد البطاقة في جيبي. لنفرض مثلا أي شخص أتى، أنا موجود في مثلا الأوتوبوس أو أو أي محطة أو أي مكان فيه مثلا ازدحام للناس، فقط إذا استعمل هذا التطبيق بطبيعة الحال يمكن له أن يسرق بياناتي الشخصية فقط بتقريبه بتقريب الهاتف من جيبي في أي جيب وضعت فيه البطاقة. فلاحظوا معي فبهذه السرعة، لاحظ مع السرعات أنه قبل استخراج البيانات الخاصة ببطاقتي كما سوف تشاهدون. في حذاري من هذه العملية أحبابي في الله. لاحظوا معي فهي نفس المعلومات الخاصة بالبطاقة التي استخرجناها من قبل. طبعا أقوم بالتضليل عليها لأنه حفاظا بطبيعة على خصوصيتي، هذا أمر معروف. طيب كان هذا كل شيء أحباب في الله. فحذاري كما ذكرت من هذه التطبيقات ومن طرق أخرى موجودة. يمكن أي شخص أن يستخرج بيانات بطاقتك الشخصية الائتمانية بطبيعة الحال من جيبك أو أي مكان تضع فيها. كان هذا فيديو تحذير إذا كنت تريد تجربة التطبيق على نفسك، وكما ذكرت على نفسك حتى تقف أمام خطورته. سوف تجد الرابط أسفل الفيديو، ولا أدعو بطبيعة الحال لاستعماله، فقط حذرتك لأنه موجود الحين أي طرق مثل هذه التطبيقات يمكن أن يسرق فيها أي شخص بياناتك الشخصية من أي بطاقة تمتلكها ومن أي حساب تمتلكه. فالحين الحماية صعب جدا مع تطور بطبيعة الحال التقنيات التي تكون مدموجة في الهواتف ولها استعمالات بطبيعة الحال سلبية وإيجابية مثل تقنيات NFC. دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع.